احنا كصناع محتوى اقتصادي عندنا مشكله مع الحكومه بتتلخص في كلمه المعلومه. ده اللي انا قلته لمعالي وزير الماليه امبارح في دعوه العشاء اللي بعتها لي. اللي حصل امبارح ده كانت حاجه يتهيألي اول مره تحصل في مصر، ان وزاره الماليه تدعو مجموعه من الاقتصاديين الكبار، منهم دكتور هاني جنينه مثلا اللي انا بعتز جدا بارائه، ومعاهم صناع المحتوى الاقتصادي على السوشيال ميديا، كوكبه من الشباب زمايلي اللي فعلا بعتز بمعرفتهم. اللقاء ده كان العنوان الرئيسي بتاعه التعارف. وزاره الماليه، مصلحه الضرائب، والرقابه الماليه كانوا عايزين يتعرفوا على صناع المحتوى الاقتصادي على منصات السوشيال ميديا، علشان يقولوا لهم هم بيعملوا ايه ويقدروا يبقى في بيننا وبينهم تواصل. بكل طريقه ممكنه، بكل وسيله ممكنه، وبكل حاجه ممكن نوصل لها. لانه الهدف ان احنا مش نعمل بس القانون ونقول يا سلام احنا عملنا اللي علينا، الهدف ان الناس فعلا تحس وتعرف وتقيم. طبعا الموضوع الرئيسي اللي اتكلمنا فيه امبارح كان التسهيلات الضريبيه، وهبقى اعمل لكم ريل لوحده ان شاء الله عن الموضوع ده عشان اشرح بالظبط وزاره الماليه بتعمل ايه وايه الخطط المستقبليه اللي هم عايزين يعملوها كمان. لكن المهم في اللقاء ده ان انا بصراحه استغلت الفرصه، قلت لهم احنا فعلا عندنا مشكله في المعلومه. واكبر مثال على كده مثلا موضوع الضرايب بتاع الموبايلات، حصل فيه كلام كتير وما كانش حد عارف مين اللي عليه ضريبه ومين اللي ما عليهوش وهتحصل امتى. المعلومه ما كانتش واضحه، فانا مثلا ما اتكلمتش في الموضوع ده لان فعلا مش عارف اقول حاجه وممكن اضر الناس واقول لهم معلومه غلط. بس في نفس الوقت في مواضيع كتيره التحصيل على المعلومه فيها من الجهات الرسميه بتبقى صعبه جدا، وحتى المواقع معظمها اوت ديتد زي الموقع بتاع الضرايب. واتكلمنا في الموضوع ده وقلت يا ريت لو نقدر نعمل حاجه زي ابلكيشن عشان كل واحد يقدر يدخل عليه ويعرف اوله من اخره ايه. المهم بقى كده ان احنا النهارده كصناع محتوى احنا بالفعل حاليا عندنا نوع من انواع الكونكشنز مع الوزاره. فلو في معلومه مش مفهومه، حاجه مش معروفه، احنا نقدر دلوقتي نتواصل معاهم ونفهم الموضوع بشكل اوضح. لان في اوقات كتيره تصريحات الوزاره مش بتتفهم بشكل صح، زي مثلا اقرب حاجه دلوقتي رفعت البنزين اللي فاتت. من فتره وانا بقول يا جماعه السولار هيرتفع، وللاسف في ناس كتيره جدا كانت غضبانه مني وبتقول لي انت بتشوه الكلام وبتبوظه والسولار ده مش هيرتفع ولا حاجه. بناء على ايه؟ بناء على التصريح اللي طلع من رئاسه الوزراء. قالوا ان احنا هنرفع اسعار البنزين، السولار، الغاز، ولكن قالوا حاجه تانية في نفس التصريح، ان الدعم مش هيتشال بشكل كلي من على السولار. للاسف في ناس كتيره ما فهمتش الحته دي وتخيلت ان ده معناه ان السولار مش هيرتفع سعره. وهنا بقى بيجي دورنا ان احنا بنحاول نشرح بشكل مبسط التصريحات دي معناها ايه والمقصود منها ايه واثرها هيبقى علينا ازاي وازاي كمان نستعد ليها. الصراحه معالي الوزير كان يعني قاعد تقريبا بيسجل كل كلمه كل حد فينا بيقولها، وبياخد نوتس في كل حاجه، وهو فعلا شكله عاوز يغير وعايز يعمل كونكشنز كويسه بحيث انه يقدر يوصل المجهودات اللي بتحصل جوه الوزاره بشكل جيد للناس كلها. فده مجهود مشكور، ويا ريت نشوف حاجه زيه مع وزاره الاستثمار، مع الصناعه، مع بقيه الوزارات ومع بقيه الجهات الحكوميه، علشان نقدر نعكس الصوره الصحيحه من ناحيه للناس، وفي نفس الوقت نوصل آراء الناس وآلامهم وأفكارهم ومقترحاتهم للجهات الرسمية.